السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ اهلا بيكم في اليوم الثامن من تحدي 30 يوم جافا سكريبت على ليت كود. مسألة النهاردة بعنوان فانكشن كومبوزيشن، وبالمناسبة احنا بنبدأ في توبيك جديد وهو هنطبق على الفانكشن. تمام، خلينا نقرأ السؤال. بيقول لك اللي انت هيجيلك array of functions او array في كذا function. المطلوب انك ترجع return new function. النيو فانكشن دي هتكون عبارة عن ايه؟ عبارة عن composition للفانكشن اللي عندك. يعني ايه؟ يعني ايه فانكشن كومبوزيشن؟ يعني لو عندي array اوف الاكس كده وجي اوف الاكس واتش اوف الاكس، ارجع اعمل فانكشن جديده عباره عن الشكل ده، فانكشن جوه فانكشن جوه فانكشن وهكذا. تمام. ففي حاله ان الفانكشن كومبوزيشن اوف ان امتي ليست، لو عندي ليست او الاري اللي جاي لي الاري اوف فانكشن اللي عندي دون عباره عن array امتي يعني فاضي، ساعتها ترجع الايدنتيتي فانكشن. انا في حاله اللي يجي لي array بالشكل ده هرجع الايدنتيتي فانكشن. ايه هي الايدنتيتي فانكشن؟ الايدنتيتي فانكشن دي اللي هي اف اوف الاكس ايكوال اكس، بمعنى والله لو الاكس دي بواحد فتبقى اف اوف الواحد ايكوال واحد وهكذا. تمام. طيب ايه الفانكشن كومبوزيشن دي؟ بيقول لك اللي هي فانكشن جوه فانكشن. يعني ايه فانكشن جوه فانكشن؟ لو عندنا هنا array اوف فانكشن بالشكل ده عباره عن تلاتة فانكشن، وعندنا الاكس بتساوي 4، هنعمل ايه؟ هنمشي من اليمين للشمال من الاخر كده الاول. تمام. نطبق اول حاجه الفانكشن دي. الاكس عندي بكام؟ باربعة. 2 في 4 ب8، هنرترن 8. التمانية هتخش على الفانكشن التانية اللي جنبها دي. تمام. الفانكشن دي بتعمل ايه؟ بتضرب الاكس في الاكس. الاكس دلوقتي ب8، 8 في 8 ب64. 64 الاكس دلوقتي ب64، هنخش على الفانكشن دي 64 بلس 1 هتبقى كام؟ 65. فهنلاقي الناتج عندنا في الاخر 65. تمام. بالنسبه للكيس دي بيقول لك هنا داخل لك array empty array فاضي، فساعتها الاكس بتساوي 42، فهنرجع الايدنتيتي فانكشن اللي هي هنرجع الاكس زي ما هي، زي ما دخلت هتخرج، فالاكس هنا هتكون ب 42. تمام. خلينا نبدا في السؤال. هو بيقول لك return new function، ادي ال return new function اهي. هنعمل ايه؟ هنمشي اولا على الاري. فهنمشي على الاري اوف فانكشن اللي عندنا. احنا محتاجين نمشي من اليمين للشمال. يعني ايه من اليمين للشمال؟ يعني من الاخر، من اخر الاري لاوله. فهنقول let، تمام، الاي ايكوال functions دوت اللينس ماينس 1. تمام. والاي تكون اكبر من اور ايكوال الزيرو. تمام. والاي ماينس ماينس. هعمل ايه؟ هقول له خلي لي الاكس ايكوال ايه؟ انا عايز امسك الفانكشن الحاليه اكنه اري عادي خالص، فانكشنز اوف الاي، عشان امسك الفانكشن الحاليه واروح جاي بعت لها الاكس. تمام. كل مره هساوي الاكس بالريتيرن اللي طالع من الفانكشن اللي قبليها. تمام. وبعد كده في الاخر هروح جاي اعمل له ريتيرن، اعمل هنا ريتيرن للاكس. فهنا ايه اللي بيتم؟ وليكن انا عندي فانكشن واحد، فانكشن اتنين، فانكشن تلاتة. وليكن كل فانكشن دي من دي، مثلا الفانكشن تلاتة بتمسك الرقم تجمعه على تلاتة، فانكشن اتنين بتمسك الرقم تجمع عليه اتنين، فانكشن واحد بتمسك الرقم تجمع عليه واحد، وعندي الاكس بواحد. فانا عاوز اعمل ايه؟ امسك الواحد ده اروح جاي مدخله على الفانكشن الاولى. طب الفانكشن دي الفانكشنز دي في اري بالشكل ده، فانا عايز امشي على الاري، فهمشي من ايه؟ من الاخر للاول. فهجيب السايز بتاع الاري ماينس 1، عشان طبعا احنا الترتيب عندنا بيبدا من 0 0 1 2 وهكذا. فهنمشي على اللينس ماينس 1. تمام. همسك الفانكشن الاولى هبعت لها الاكس بواحد، فهتروح جايه دخل عليها واحد زائد 3 4. اروح جاي واخد الاكس دلوقتي بقت بكام؟ الاكس دلوقتي بقت ب4. اروح جاي ماسك الاربعه دي داخل على الفانكشن التانية اللي هي هتجمع على الاكس 2. 4 زائد 2 بقت 6. بعد كده اروح جاي داخل على الفانكشن اللي هي اوف الواحد، الفانكشن واحد اللي هي بايه؟ بتاخد تمسك الاكس وتجمع عليها واحد فبقت 7، واروح جاي في الاخر عامل له ريتيرن للريزلت ده 7. يبقى انا دلوقتي قدرت اعمل كومبوزيشن للاري اوف فانكشنز دون في الفانكشن دي. تمام. نرن كده. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام. سبميت.
تمام. الحمد لله خلصنا المسألة، اتمنى يا رب تكون المسألة مفهومة. لو عندك اي استفسار تقدر تكلمني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.